السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا. وان شاء الله النهارده هعمل الكنافه البورمه او الكنافه المبرومه. بالنسبه للسيرب هيبقى سيرب مش تقيل ولا خفيف. احط كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، واحط نص عصير ليمونه. انا عامله سيرب مش كتير عشان انا هعمل يعني يا دوب هو يكفي صينيه واحده. لو هتعملي صينيتين ضعف الكميه. رشه الفانيليا ممكن تحطيها في الاخر بعد ما يغلي. وهو هقفل عليه بقى. معايا نص كيلو كنافه طرحه، بتبقى طويله، وتجيبي نوع كويس عشان خاطر وانتي بتشتغلي وانتي بتبرميها ما تتقطعش منك. انا هعملها تخينه شويه، ولو في اي مكان فاضي ممكن تاخدي اجزاء وتحطيها في النص. احط حاطه معايا سوداني وجوز هند وزبيب، وحاطه معلقه صغيره قرفه. معايا صينيه مدهونه سمنه، صينيه مقاس 28. نجيب من الناحيه دي ونقفل كده، ودايما الايد اليمين هي اللي تبقى بتلف وتلفي جامد. لحد الاخر. لو انت عايزه تعمليها من اللي هي زي ما بتشتريها من المحلات وبتبقى مثلا محشيه بندق، بتبقى الناشفه دي بتبقى مقليه في الزبده، بتعمليها كده وبتوقفيها من الناحيتين، بتحطي عليها تقل من الناحيتين وبتسيبيها لمده 24 ساعه لحد ما تنشف خالص وتبقى عامله زي العظم. وبعدين بتكون مسخنه زبده سخنه جدا على النار، وبتقلي فيها الكنافه، وبعدين بتشربيها سيرب تقيل. طبعا ما بحبش اعملها كده لانها بتبقى تقيله قوي، يا دوب الواحد ممكن يجيبها ياكل منها قطعتين في طبق او حاجه. انا احطها في الصينيه، تثبتيها كويس وتضغطي على الاطراف بتاعتها. ناخد حته جزء كمان. ولازم في النص لازم ميبقاش فيه فراغات. لازم يكون نوع الكنافه كويس، لان في انواع كنافه تيجي تبرميها تتقطم، ده بيبقى عيب الكنافه مش عيب طريقه الشغل نفسها.
ارشلها سمنه سايحه، والفرن يكون سخن على 180. صينية الكنافة طلعت من الفرن، هي قعدت نص ساعة. طبعا هي سخنة لسه مولعة، والسيرب لازم يكون بارد، يعني الكنافة تكون سخنة والسيرب يكون بارد. مش تشربها اهي. سيبها لحد ما تهدى خالص وتبرد وبعدين نقطعها. بتمنى تكون الكنافة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، ومستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو.